اخواتي واصحابي بحبكم قوي، وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض حاجه على قد الايد، جميله خفيفه. الاطفال كلها بتحبها وبيتغلي قوي بره، فهنعملها في البيت بطريقه سهله وجميله وفي نفس الوقت مش غاليه، على قد الايد. بصوا الطبق ده لو بتقدموه لاي طفل من عندكم اكيد، واحنا ككبار اصلا بنعشقه. بصوا صوت القرمشه، بصوا الجمال، مستويه جدا. بصوا المنظر. عزومه بقى، عازمين اطفال كتير، عيد ميلاد، الكلام ده كله رمى معانا، وفي نفس الوقت حاجه في البيت وصحيه وعارفين ان هي نظيفه كويس. تعالوا بقى اوريكم الطريقه. قطعنا يا جماعه مع بعض بصلتين صغننين، معلقه سكر، توم باودر، ملح، فلفل اسود، ورق لورا. هنحطها قبل ما ننزل الفراخ، هنسيبها بس تغلي دقيقتين كده، وبعد كده هنضيف عليها الفراخ. حطينا الفراخ تتسلق، حطينا لها التوابل، وهننزل كده بدقيق. احنا محتاجين نص كيلو، احنا قلنا 3 كوب دقيق كده. وننزل بقى معانا فلفل، معانا ملح، بابريكا، توم، بصل باودر، توم باودر، فلفل كاري. احنا قلنا فلفل اسود. خلاص هننزل عليهم كده، هنقلبهم كويس. نضيف المعلقتين كده نشا. النشا دي بقى بتدي الهيشان، قرمشه وتبقى هايشه مش مكتومه كده. معلقه كبيره بيكنج باودر. نقلب كل ده كويس. بس بقى اختصارا نروح عاملين كده. نكسر بيضه هنا ونبتدي نقلب فيها. هرجع خليكم معانا. الفراخ بننزل بيها كده، يعني الخلطه ما تبقاش اخف من كده. بصوا ننزل كده، ممكن نعملها مره كده ومره كده، بس انا اصلا الخلاط معايا تقيل، الخلطه معايا تقيله، فمش محتاجه ان انا انزل مره كمان. الناس بقى اللي بتحب القرمشه كتير ممكن تعمل كده. ننزل كده خلاص. احنا معانا خلاص الزيت سخن ومزودين الزيت اهو عشان يبقى كتير. ننزل كده بسم الله. واول ما يطلع هوريكم لون.